هاي. الفيديو بتاع النهارده هيكون في ألبانيا. طبعا ألبانيا اتشهرت قوي الفترة الأخيرة علشان هي فيزا فري للمصريين، وناس كثيرة قوي بتروحها through شركات سياحة وحاجات كده which is great if this is your way of traveling. بس لو عايزين تعرفوا insights on how to do this on budget، تحجزوا accommodation وفلايتس كل حاجة on your own، stay tuned. Basically, our plan is to visit 4 main cities في Albania. We're going to go from the complete north to the complete south in just 1 week. هنبتدي رحلتنا في مدينة في نورث ألبانيا وهي شكودرا. هنقعد فيها يوم وبعدين هناخد باص يودينا لساث، ودي أجمد حتة رحتها في ألبانيا. بعديها we're gonna head to the complete south. هنقعد هناك 3 days وهنشوف فيه the amazing coastal city اسمها ساراندا. وآخر كام يوم في رحلتنا هنروح للكابيتال of ألبانيا which is تيرانا. أول حاجة عملناها إن احنا حجزنا الطيران. أخدنا حاجة اسمها شارتر فلايت من شركة اسمها اير بوينتس. الشارتر فلايتس دي بتكون طيارات عادية جدا بس بتروح لمدن الناس مش بتعرف تروح لها من مصر دايركت. بالنسبة للأوراق اللي انتم محتاجينها لو لسه ألبانيا فيزا فري للمصريين، وتأكدوا من الموضوع ده لأنه هما كل شوية بيفتحوها ويقفلوها، بس أنا في رأيي إن ألبانيا من الدول اللي تستاهل إن انتوا تروحوا وتاخدوا لها فيزا زيها زي أي دولة تانية، عشان هي فعلا دولة تحفة ورخيصة جدا. ايه الأوراق اللي محتاجينها عشان تسافروا ألبانيا؟ هي باسبور ساري لمدة 6 شهور، حجز طيران مؤكد رايح وراجع، وحجز الأكوميديشن بتاعكم أو المكان اللي انتوا هتقعدوا فيه، وانفيتيشن لتر. والانفيتيشن لتر دي هي بيزيكلي الحجز المؤكد بتاعكم، فانتوا لو حاجزين مكان وبعتلكوا confirmation letter تعتبر زيها زي الانفيتيشن لتر. وممكن برضو تطلبوا من الاير بي ان بي هوست او الاوتيل اللي انتوا قاعدين فيه ان هم يبعتولكوا انفيتيشن لتر، بس خدوا بالكم ان مش كلهم هيوافقوا عشان مش كلهم فاهمين احنا محتاجينها ليه. Okay guys, so this is the entrance as you can see. واول ما تخرجوا هتلاقوا بقى KFC وحاجات كتير قوي تاكلوا فيها زي هنا، وهتلاقوا بقى اماكن ممكن تأجروا فيها عربيات. طبعا basically بتنزلوا من المطار بتاخدوا باص اسمه لونا باص، ده هتلاقوه في اخر المطار خالص. بعدين بتدفعوا 400 لك للباص ده طبعا اسعار 2022 وانا في سبتمبر، فلو انتوا شفتوا الفيديو ده later لازم تتشيكوا البرايسز تاني. دي باص ستيشن، كل باص مكتوب عليه المكان اللي هو رايحه. يعني مثلا احنا رايحين شكودر، هتخشوا هتدوروا على اسم الحاجه اللي انتوا رايحينها وهيجي لكم الدرايفر يعني يقول لكم مثلا شكودرا، تقولوا له هاو ماتش، تدفعوا له وتطلعوا على طول. اول ما وصلنا رحنا على الاير بي ان بي بتاعنا، وهناك هتلاقوا في اماكن كتيره قوي عباره عن عماره صغيره وفيها سمول هوتيل ابارتمنت. بصراحه اسعار الاير بي ان بي كانت احسن بكثير من الاوتيلز، وكمان المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه كان في لوكيشن تحفه، هتقدروا تروحوا كل حته انتوا عايزينها في شكودر ماشي. والديزاين كمان كان very modern، وهتلاقوا فيه كل حاجه محتاجينها for a short trip، وهتلاقوا كل الديتيلز بتاعه الاماكن اللي احنا قعدنا فيها في الديسكريبشن بوكس. بعديها قررنا ان احنا ننزل نجو فور واك عشان نكسبلور ذا سيتي. بصراحه ذا سيتي از فيري نايس، بس هي صغيره قوي فما انصحكوش تقعدوا فيها اكتر من يومين. وكمان الدنيا كانت بتمطر قوي، وعاده هي اصلا بتمطر في شكودر، فميك شور ان انتوا يبقى على طول معاكم امبريلا. وبرو تيب، لو عايزين تشتروا اي حاجه من هناك روحوا احسن سوبر ماركت، بلاش الكشك عشان بيبقى يوجوالي اغلى. ألبانيا من ضمن البلاد اللي عاشت a very harsh communist regime، فقررنا ان احنا نروح ميوزيوم بيعرفنا اكتر عن الهيستوري بتاعة البلد. اكتر حاجة غريبة في الميوزيوم ده السيلز اللي الناس كانت محبوسة فيها. كان زمان اي حد ممكن يحتج على البوليتكس بتاعة البلد كانوا بيحبسوهم في السيلز دي لحد ما يموتوا. مش مصدقه ان ممكن حد يعمل كده في حد، يعني هو يعمل فيه كل ده.
بصراحة الموضوع كان intense قوي في الميوزيوم، فقررنا نرجع our hotel apartment and enjoy it for a bit and then go out for dinner. ولقينا المكان ده بعد ما دورنا كتير قوي على مكان مختلف واسعاره حلوه في شكودر، وهتلاقوا فيه 2 different sections، واحده تحت والفايبس بتاعتها لذيذه قوي and it's outdoors، وواحده فوق and it's more romantic and calm. واحنا كنا كتير فطلبنا كذا حاجه وبجد حاجاتهم خطيره. And that's a wrap 2-hour شكودر trip. وفي الفلوج اللي جاي هروح لأحلى مكان في ألبانيا. احنا محشورين لما احنا عادي ماشيين كده لقينا waterfall. And don't forget to support me by liking and subscribing.